طيب، مساء الخير لكل الأخوة والأخوات اللي دخلوا معانا اللايف. أسعد الله مساءكم. راح تكون شوي الحلقة مرتبطة بسوريا والعراق مرة تانية مع بعضها البعض، وراح نقول النقاط كتابة. طبعا راح أقرأها قراءة النقاط الهامة اللي ذكرها القائد الجنرال العظيم مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية بالمقابلة اللي سمعناها منذ قليل. القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية الجنرال مظلوم عبدي في لقاء خاص مع قناة شمس. مظلوم عبدي، النقاط الأساسية اللي لخصناها نحن من كل اللقاء. مظلوم عبدي، نتائج مؤتمر قامشلو لا تعني التقسيم ولا تتعارض مع الاتفاق مع دمشق. مظلوم عبدي، الفيدرالية لا تعني التقسيم، وقلنا مرارا إننا ضد التقسيم وندعو إلى وحدة سوريا. مظلوم عبدي، جوانب عدة يمكن الاستفادة منها من تجربة كردستان العراق. مظلوم عبدي، ممثلون الشعب الكردي والوفد الذي سيتم تشكيله سيبحث المسألة الفيدرالية مع دمشق. يعني الوفد اللي ذهب إلى دمشق من يومين ووفد الإدارة الذاتية مو هو اللي بيناقش مسألة الفيدرالية مع دمشق. سيتم مناقشة الفيدرالية من قبل الوفد الكردي الذي راح يتشكل بعد فترة ويذهب إلى دمشق لمناقشة هذا المطلب مع ممثلين الحكومة السورية المؤقتة. مظلوم عبدي، علاقة الكرد مع المكونات السورية جيدة، وهم يعولون على الموقف الكردي. الأخوان العرب والدروز والمسيحيين والعلويين كلهم يعولوا على الملف الكردي. وهنا بدي أعلق تعليق هام للغاية لأخواننا الموجودين في الساحل، أنه أصبح حمل الكرد كبير، لأنه الكرد لا يطالبون فقط بحقوقهم ككرد في سوريا. الكرد يطالبون بحقوق كل الأقليات اللي موجودة في سوريا، وعندما ينال الكرد حقوقهم كل الأقليات الثانية أيضا ستنال حقوقها. أنا بشكركم على اليوتيوب أنه كثير منكم عم يتفاعل معي الموجودين في الساحل، وخصوصا الكلام اللي قلته امبارح أنه على القوى العلوية تشكيل قوة سياسية غير مرتبطة دينيا، يعني مو شيوخ طائفة بيطلعوا كذا وهاي. فردوا علي بعض الأخوة الموجودين في اليوتيوب بأنه لدينا مجلس موجود في أوروبا وليس مرتبط بالنظام المقبور السابق اللي هو أساسا كان أكبر نقمة على الأخوة والطائفة العلوية. عليكم بتشكيل قيادة سياسية، قيادة سياسية تتواصل مع شرق الفرات، وحصرا الجنرال مظلوم عبدي أيضا، حتى يكون موقف كل الأقليات الموجودة في سوريا موحد. لأنه مثل ما قلنا لكم حتى إخواننا في الدروز اللي موجودين في السويداء بالنسبة لحقوقهم راح يشيلوا قوات سوريا الديمقراطية، وبالأساس الوفد الكردي اللي موجود. فلا تظنوا بأن الكرد يعني عم يدافعوا بس عن حقوقهم هم، لا، الكرد متعودين أنه حقوق جميع الناس بيطالبوا فيها، وهذا على مدار مئات السنوات. يعني حتى بنشوف نحن في تركيا أيضا حزب دم بارتي يتألف من كل الأقليات اللي موجودة في تركيا. الأخوة العلويين موجودين فيه، الإيزيديين موجودين فيه، اللور موجودين فيه، وقسم حتى من الأتراك اليساريين وغيرها. فهون المسألة متعلقة فيكم أنتم أيضا ومدى تنظيمكم. وبرجع بشكركم على التفاعل اللي بشوفه من حضراتكم والرسائل اللي بتبعتوها، لكن المواقف السياسية لا تؤخذ بالعواطف. المواقف السياسية لا تؤخذ بالعواطف، وهذا حق طبيعي لكل الأقليات اللي موجودة أن تعيش بكرامة في وطن. فلذلك يجب عليكم تنظيم نفسكم وتشكيل قيادة سياسية وليست قيادة دينية، وهذا نقطة مهمة للغاية. وأنا بعرف أنه أنتم يعني تفكيركم نوعا ما قريب من العلمانية. مسائل الدين وما دين وهاي هي مسائل تنظيمية، هي مسائل موجودة في الداخل، شعائر، أمور، هذا ما لنا شغل فيه، حتى نحن الأكراد ما بنتدخل.
في معتقدات الناس نهائيًا، لأنه الكرد عندنا نحن في كرد يهود وفي كرد مسيحية وفي كرد يزيدية وفي كرد مسلمين وفي كرد علي إلهية وفي كرد علوية وفي كرد أشكال وألوان عندنا نحن بالنسبة لنا ككرد، لكن نحن ككرد وصلنا إلى بعد فترة طويلة جدًا إنه لابد من فصل المعتقدات عن العمل السياسي، لأنه ما فصلنا المعتقدات عن العمل السياسي هذا راح يأثر علينا كقومية كردية موجودة في كل الأجزاء الأربعة، فوصلوا الكرد بكل طوائفهم الموجودة وأديانهم إلى قناعة تقديم القومية، ومن ثم يأتي بعدها الدين، والدين مثل ما بيقولوا بالعربي الوطن للجميع والدين لله. طيب مظلوم عبدي، علاقة الكرد مع المكونات السورية جيدة، وهم يعولون على الموقف الكردي، يعني الأقليات تعول على الموقف الكردي. مظلوم عبدي، بعد أحداث الساحل والمناطق الدرزية هناك قلق وتكاتف الأقليات يسمح بتجاوز ذلك، يعني تكاتف الأقليات وتوحدها مع بعض، يعني دروز وعلويين وإسماعيليين وغيره كلياته هو راح يكون ضامن بالنسبة لي كلياته للتجاوز المجازر اللي حصلت بالنسبة للساحل وبعض التجاوزات اللي حصلت في جنوب سوريا. مظلوم عبدي، المقاتلات الكرديات لهن الحق في إنشاء مؤسسات خاصة بهن ضمن التشكيلات السورية. مظلوم عبدي، ليس لدينا أي علاقة بإسرائيل، ونحن مع حسن الجوار بحق الجميع. مظلوم عبدي، بعد أحداث الساحل والمناطق الدرزية هناك قلق وتكاتف الأقليات يسمح بتجاوز ذلك. مستقبل المقاتلين قصد أولوية بالنسبة لنا، ويجب أن يكون لهم دور أساسي في سوريا، يعني كتشكيلات ضمن الجيش السوري وليس كأفراد. وهي النقطة الهامة للغاية اللي متمسكة فيها قوات سوريا الديمقراطية ولن تتنازل عنها بأي شكل من الأشكال. مظلوم عبدي، تركيا كان لها دور أساسي في الحرب، والآن لدينا وقف إطلاق نار مؤقت ومشروط. مظلوم عبدي، لدينا قنوات تواصل مباشرة مع تركيا وعبر وسطاء، ونأمل أن تتطور هذه العلاقة. مظلوم عبدي، لا مانع لدي من لقاء أردوغان، يعني ما في لقاء بالأساس، بس هو ما عندي مانع بلقاء أردوغان، ونحن منفتحون على علاقة جيدة مع تركيا. مظلوم عبدي، رحبنا بقرار حل حزب العمال الكردستاني، وكان الأمر له تداعيات إيجابية على منطقتنا. مظلوم عبدي، الأمريكيون وباقي الحلفاء في التحالف الدولي يساعدوننا في التفاوض مع دمشق. مظلوم عبدي، خطر داعش حقيقي وازداد في الفترة الأخيرة، وتعرضت قواتنا لهجمات دافعنا فيها شهداء. مظلوم عبدي، داعش استفادت من الفراغ الحالي في سوريا وينظمون أنفسهم في المدن الكبرى، يعني داعش في الفترة الأخيرة بدأوا فعلا بتنظيم نفسهم في المدن الكبرى مثل حمص، مثل حما، مثل حلب، ومثل دمشق. مظلوم عبدي، في سوريا تحديات أمنية كثيرة، والحكم للوقت إذا كانت حكومة دمشق قادرة على تجاوزها. يعني بيقول لك في سوريا تحديات أمنية كبيرة تواجه الحكومة الحالية الموجودة، والوقت هو الوحيد الكفيل أنه يكشف هل الحكومة قادرة على تجاوز تلك التحديات الأمنية أم لا. مظلوم عبدي، تطبيق الاتفاقية مع دمشق سيمكننا من ملء الفراغ والحكومة بحاجة إلى خبرات قسد. هذا اللي تحدثت عنه خلال الشهور اللي فاتت كلياتها، واللي قلت لكم مرحلة 3 بي اللي راح يطلب فيها أحمد الشرع مساعدة قوات سوريا الديمقراطية لحتى يتجاوز التحديات الأمنية اللي موجودة على الجغرافيا السورية. وأنا أتمنى من قوات سوريا الديمقراطية أن تدخل للساحل حقيقة، وهذا مطلب حتى من كثير من إخواننا بالساحل، إن لم أكن مخطئ طبعا، لأنه هناك يحتاجون إلى قوات سوريا الديمقراطية بالفعل
لحماية المدنيين ونمو الفلول. حتى محاربة الفلول ما في مشكلة، إذا في فلول فعلية للنظام السابق وهي اللي بتسوي بلبلة أمنية، أنا مع قوات سوريا الديمقراطية بأنها تدخل إلى الساحل وتوقف كل المجازر من كل الأطراف اللي موجودة، يوقف القتال بشكل كامل. طيب، لا نريد العودة إلى القتال، لكننا سنفعل ذلك في حالة الدفاع عن النفس. مظلوم عبده، الكرد لا يتبعون سياسة طائفية، وفي قسد يوجد كل المكونات، ونحن نرفض مبدأ الانتقام. يعني بالفعل نحن الكرد لا نمتلك ثقافة الانتقام، وبدليل كردستان العراق والجرائم اللي فعلها الحكومات المتعاقبة وعلى رأسها حكومة صدام حسين، وعملوا آلاف المجازر فينا، لكن الكرد الوحيدين الذين لم ينتقموا في العراق. نحن دعاة حقوق ولدينا قضية، فمجرد سقوط الأنظمة، مجرد سقوط الأنظمة الشوفينية الشمولية وحصول الكرد على حقوقهم، بتكون بالنسبة لهم انتصار وانتقام. فما عندنا ثقافة الانتقام نحن الكرد أبدا. مظلوم عبده، المحادثات حول السجون لم تبدأ بعد، وسيكون هناك لجان مشتركة للبحث بهذا الأمر. ونحن شفنا كثير الضخ الإعلامي اللي بالحرب الخاصة، دائرة الحرب الخاصة اللي شنتها بأنه راح يسلموا السجون واستلموا 6 تشرين واستلموا كذا واستلموا الحكومة كلها. الحكومة السورية ما عندها القدرة تستلم أي شيء. هلا راح نتحدث عن هاي الأمور بعد ما نخلص النقاط الرئيسية في خطاب أو مقابلة الجنرال مظلوم عبده. الجنرال مظلوم عبده، الأولوية لأمن السجون، ولدينا نحو 10,000 سجين من داعش وتنظيمات إرهابية أخرى. الجنرال مظلوم عبده، يوجد آلاف المقاتلين الأجانب في سوريا، وهذه إشكالية يجب حلها، وهذا مطلب غربي أساسا. الجنرال مظلوم عبده، النفط السوري لكل السوريين وللجميع الحق في الاستفادة منه. الجنرال مظلوم عبده، الحرب فرضت علينا وأردنا حماية مناطقنا، وقد كلفت الحرب الكثير، ويجب أن لا تتكرر هذه الحروب. الجنرال مظلوم عبده، اضطررت إلى ارتداء الثياب العسكرية، وبعد انتهاء ظروف الحرب سأعود للعمل السياسي. الجنرال مظلوم عبده، أقول للسوريين يجب أن نتعلم من التجارب السابقة واستخلاص الدروس وبناء سوريا. الجنرال مظلوم عبده، هناك من يقوم بالتحشيد الإعلامي والعنصري، وهذا يجب أن يتوقف من أجل مستقبل سوريا. احنا شايفين التحشيد اللي حاصل على وسائل التواصل الاجتماعي، على التلفزيونات، على هؤلاء الإعلاميين اللي بيخرجوا، اللي بيأيدوا، اللي كانوا بالأساس هم ضد حكومة الشرع إلى بعيد سقوط نظام بشار الأسد بأيام معدودة أيضا كانوا كلياتهم ضدها. ولكن هؤلاء دائما أصحاب المبادئ الضعيفة اللي بينقلبوا بشكل سريع جدا ويوقفوا مع أي حكومة تأتي. وشفنا نحن حتى من قسم من أزلام النظام السابق اللي كوعت بشكل غريب جدا، وأصبحت يعني مؤيدة لحكومة أحمد الشرع، وكانت قبل يمكن أيام أو أسابيع أو شهور من سقوط نظام بشار الأسد كانت تطبل للنظام. فهؤلاء هذا الشعب متعود على كلمة إلى الأبد، ما في عندهم مفاهيم سياسية نهائيا أنه الحكم للأفضل. يعني حتى مفهوم الأكثرية يأخذوه بمبدأ طائفي، والأكثرية في المفاهيم السياسية هي الأكثرية السياسية وليست الأكثرية الطائفية. فغبائهم يقودهم على إيش؟ أنه الحكومة من لون واحد وطعم واحد وشكل واحد، اللي هي طائفة بس، وعرب لازم يكون سنية ولازم يكونوا عرب بس وغير. طيب الشعوب الثانية اللي موجودة إذا كانت عندها كفاءات عالية، أنا شلون بدي أعيش بوطن وأنا بعرف في نقص؟
هذا الوطن مهما كانت قدرتي السياسية والعلمية اللي تأهلني أني أخذ مثلا منصب في تلك الدولة، وأنا محروم منها. ليش؟ لأنه ماني عربي سني. فشلون بده يكون لك ولاء لهذا هكذا وطن؟ ما حدا راح يكون له ولاء لهكذا وطن. طيب مظلوم عبده، هناك من يقوم بالتحشيد الإعلامي والعنصري، وهذا يجب أن يتوقف من أجل مستقبل سوريا. مظلوم عبده، أقول للكرد يجب أن تكونوا متفائلين، ونحن في مرحلة تاريخية وسيكون لهم دور يليق بهم في المستقبل. يوجه رسالة إلى الكرد، يقول للكرد يجب أن تكونوا متفائلين، ونحن في مرحلة تاريخية وسيكون لهم دور يليق بهم في المستقبل. مظلوم عبده، عدو الكرد العقلية العنصرية والطائفية والجاهلة بحقيقة الشعب الكردي. وإحنا نشوف العقلية هاي آلاف مؤلفة اللي موجودة حتى بوسائل التواصل الاجتماعي، اللي بينكر الوجود الكردي، اللي بينكر الحقوق الكردية، اللي بينكر تاريخ الكردي. وهؤلاء طبعا على فكرة أكثر من فاد القضية الكردية، هؤلاء أكثر من فاد القضية الكردية، لأنه وحد الكرد. أنتم بخروجكم وعدائكم للشعب الكردي ما زدتم الكرد إلا عناد وأصرار. الأحزاب الكردية كانت بيناتها مشاكل كبيرة أيديولوجية بالأساس وسياسية، واللي أدى إلى وحدة الكرد هو هذا خطابكم الطائفي وخطابكم القومي اللي أنكر وجود الكردي، فأدى إلى كل الأفكار اللي كانت موجودة ما بين الكرد سواء كانت يمينية ويسارية بكل أشكالها إنها تتحد. وهذا فاد الكرد ما ضروا على فكرة، مشان يعرف الإخوان العرب والتجيش التركماني اللي حصل، وكان يدفع العرب اخواننا العرب ليسبوا وشتم الكرد خلال 14 سنة اللي فاتت كلها ما عملت إلا على توحيد وتقوية الكرد. فكانت لها الحرب الخاصة اللي عملوها نتائج عكسية هائلة عليهم، فوقعوا خطأ العكسي، الخطأ العكسي أو الدعاية العكسية. والدعاية العكسية هي أخطر بكثير من الدعاية المباشرة، وهذا في علم الحروب الخاصة. وهذا اللي أدى إلى خروج هكان فيدان قبل سنتين بالضبط، وقال نحن فشلنا في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، مع أنه دفعنا مليارات الدولارات للترويج للمشاريع العثمانية أو المشروع الطوراني القديم. شفتوا فشلهم الذريع بالفعل، فشلوا لأن الدعاية العكسية جابت لهم نتائج سلبية جدا وأدت إلى فشلهم. طيب احنا بدنا نتحدث المواضيع هامة للغاية، وأهم موضوع بدي أقول لكم إياه إنه أبو محمد الجولاني أحمد الشرع ليس إنسان غبي أبدا، وإنسان ذكي. استطاع وضع كل الكتائب التركمانية اللي محسوبة على تركيا في قوائم الإرهاب الأوروبية، وقلب الرأي العالمي عليهم، وهاي كانت خطة ذكية جدا. طبعا دفع الثمن الشعب في الساحل، الأخوة العلويين الأبرياء دفع الثمن للي حصل. نعم في فلول نظام، في ناس مجرمة، في ناس مجرمة، نعم أنا مع هذا الكلام، يعني ماني مع النظام السابق أبدا، ومن أوائل اللي خرجوا ضد ذلك النظام، وبشهادة كل الأخوان العرب أو الثوار القدماء اللي تبع 2011 والشهور الأولى يعرفوني شخصيا ويعرفون دوري أيضا. فما حد يقدر يزاود علي بمسألة أنه أنا مع الثورة ولا ضد الثورة، هاي ما بيتزاود علي أبدا. الكل يعرف صلاح الدين الكردي ويعرف دوره التاريخي
في الثورة السورية ومن أيامها الأولى من 5 شباط، وبشهادة الأخوة العرب. فهون أنا ما بدافع عن الفلول مشان ما ياخذوا الكلام ويجتزئوا منه مقطع ويحرفوا الحديث كلياته. لكن أحمد الشرع كان ذكي جدا، بأول ما حصلت الاضطرابات اللي كانت موجودة في الساحل سواء كانت من الفلول أو من غير الفلول، أعطى إيعاز للكتائب المحسوب على تركيا إنه هي تروح على الساحل من بدال الهيئة، وبالبداية راحت تلك الكتائب حقا، وكان يعلم جيدا بأن تلك الكتائب راح تقوم بفظاعة ضد الإنسانية. فهي كانت ضربة معلم بالنسبة له بوضع تلك القيادات كلياتها في قوائم الإرهاب، خصوصا سيف أبو بكر وأبو عمشة وهذا الأخوث فهيم عيسى حقيقة. وكانت ضربة معلم، فعلا كانت ضربة معلم اللي قام فيها. طبعا مثل ما قلنا لكم صح ان كان في ضحايا، لكن في السياسة ما بيمشي العواطف. احنا هنا نتحدث في السياسة والسياسة المجردة، فبدنا نحط العواطف على مؤلم. نعم مؤلم، في ناس أبرياء كتير راحت، مسألة تطهير عرقي اللي حصلت دفع الثمن الأخوة العلويين كتير، هذا نتفق معه نهائيا. لكن المسائل لا، في السياسة لا تقاس بالإنسانية حقيقة بقول لكم. فالضربة اللي ضربها وضعت كل القادة وكبلتهم. الآن كبلت كل الكتائب اللي كانت والقادة اللي كانوا موجودين واللي أساسا هو رفعهم إلى رتب، وهذا ذكاء فظيع جدا منه، وضربة معلم بيسموها بالسياسة. نعم، رفعهم كلهم، عمالهم أعمدة وألوية في الجيش بين قوسين السوري الحالي، وورطهم بجرائم إنسانية راحوا فيها على الساحل يوضعوا في قوائم الإرهاب. فالعملية التخلص تبدأ الآن منهم. سيضطر الأتراك بالتخلص منهم، حتى الأتراك سيضطر بالتخلص منهم لأنهم موضوعين في قوائم الإرهاب، وراح يكون إحراج كبير لتركيا. فورطهم هنا توريطة كبيرة جدا. الآن الأتراك لن يستطيعوا استخدامهم بشكل كبير لأنهم موضوعين في قوائم الإرهاب الأوروبية، وبكرة راح نشوف الأمريكان وغيره كلياته راح يمشي حزو الاتحاد الأوروبي، وراح تطلع حتى من مجلس الأمن أيضا عقوبات على هؤلاء الأشخاص. فهنا استطاع التخلص من كبل هؤلاء القادة اللي كانوا ناصبينه حول عنق أحمد الشرع. حقيقة هاي لأنه إيش، شوفوا من شوي شفنا خطاب الجنرال قال فيه أنه 20 أو 25 ألف كانوا كل قوات الجولاني اللي اجتاحت سوريا من أولها إلى آخرها. كانت القوات يلي يمتلكها الجولاني قوامها ما يتعدى 20 إلى 25 ألف اللي اجتاحت سوريا من أولها لآخرها بتليفون، وحكينا هذا الكلام كلياته بكل وضوح خلال الفترة اللي فاتت كلياتها. شوفوا ما جاء أحمد الشرع إلى دمشق إلا وهو موافق على كل شيء طلبوا منه الغرب والبريطانيين حصرا. حدثنا عن هذا الموضوع وجبنا لكم أدلة لأنه أحمد الشرع ما هو إلا عميل بريطاني، وهذه من سنوات حاكين الموضوع هذا. يعني جاء إلى سدة الحكم في دمشق وهو بالأساس موافق على كل شروط اللي انطرحت عليه. فدرالة سوريا تقسيمها ممكن أيضا إذا ما نجح. الاتفاقيات بالنسبة مع إسرائيل، كل شيء كان محسوم قبل مجيئه. لكن هناك تحديات أمنية كبيرة جدا بالنسبة له، هل يستطيع الاستمرار أو لا يستطيع الاستمرار. طبعا أنا خلال الشهور اللي فاتت كلياتها طرحت لكم الرؤية المستقبلية لهذا الموضوع، وقلت لكم لا يستطيع من دون قوات سوريا الديمقراطية أنه ينجح في التحديات الأمنية الموجودة في سوريا. وشفنا تصريح وزير الخارجية الأمريكي قبل فترة قصيرة جدا في الكونغرس عندما صرح بكل وضوح بأنه سوريا
إن لم يتصرف هو وحلفائه قوات سوريا الديمقراطية، وقالها بالجملة بشكل سريع جدا، سوريا ذاهبة إلى حرب أهلية طاحنة. اللي حرف هاي التصريحات كلياتها هي المخابرات التركية والقنوات العربية اللي تابعة لتركيا، وشفنا التحريف كيف حصل، وجبنا الحديث تبعه باللغة الإنجليزية وقتها. وتناقلت كل الوسائل الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي خطابات التي تم تحريفها، وقالوا الأتراك أنه هو يقصد، أو ترجمة الحديث تبعه، لو لم يتدخل ترامب ويرفع العقوبات عن سوريا سوف تذهب إلى حرب أهلية. وهذا الكلام عاري عن الصحة تماما. الوزير روبيو قال بكل وضوح بأنه يجب علينا وحلفائنا التدخل بشكل سريع، لأنه لا يستطيع حكومة المؤقتة في سوريا أنه تتجاوز التحديات الأمنية اللي موجودة في سوريا وتصبح فعليا قوة ديمقراطية. فمسألة إعادة تأهيل الجولاني وتحويله إلى أحمد الشرع هي ليست مسألة بسيطة، فيها تحديات أمنية كبيرة جدا على المستوى الداخلي والمستوى الإقليمي. دول تريد فشل أحمد الشرع وعودته إلى أبو محمد الجولاني، في دول كثيرة أيضا تعمل على تأهيل أبو محمد الجولاني وتحويله إلى أحمد الشرع. وهذا صراع إقليمي دولي داخلي على هذا الموضوع. وهي الحقيقة المطلقة بها بالموضوع هذا كلياته. الآن نجح أحمد الشرع نوعا ما، نجح أحمد الشرع نوعا ما بأنه يحاول يتخلص من القادة العسكريين اللي كانوا محسوبين على الأتراك. أكبر مشكلة يواجهها أحمد الشرع بين قوسين أبو محمد الجولاني زعيم تنظيم القاعدة في سوريا سابقا، هذا التوصيف الحقيقي له سابقا، لأنه ما نجح يصير أحمد الشرع لسه. أكبر تحدي له هي تركيا. تركيا اللي حاولت تكبيله بشكل كبير جدا، يعني حتى متجاوزة القانون الدولي في بعض الأمور. نحن كلياتنا بنعرف أنه حكومة الشرع الحالية الموجودة هي حكومة غير شرعية بالمعنى الشرعي، لكن هي حكومة مؤقتة. نعم، في العرف الدولي الحكومات المؤقتة لا تستطيع إبرام اتفاقيات. يعني أحمد الشرع نفسه ما بيقدر هلا يبرم اتفاقيات دولية مع تركيا، يبرم اتفاقيات دولية مع العالم كله، لكن يستطيع إبرام مذكرات تفاهم اقتصادية. وهنا في فرق كبير ما بين الاتفاقيات الاقتصادية ومذكرات التفاهم. مذكرات التفاهم قابلة للإلغاء، لكن الاتفاقيات غير قابلة للإلغاء. لكن لا يستطيع أحمد الشرع إبرام اتفاقيات مباشرة، وبدليل ما حصل أي اتفاقية ما بينه وما بين أي دولة أخرى، كلها اتفاقيات مذكرات تفاهم اقتصادية. يعني حتى بنشوف الأتراك سوف نرسم الحدود أول شيء مع أحمد الشرع، قالوا هوب 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 هوب، ما تحمل المسؤولية بكرة وتحاكم على الاتفاقيات اللي راح أعملها معاكم، لأنه أي حكومة شرعية تأتي من بعده منتخبة أو باستفتاء شعبي أو عن طريق برلمان منتخب شرعيا ممكن يحاكم أحمد الشرع ويلغي تلك الاتفاقيات المبرمة مع الدول. نعم، لأن الحكومة بكل بساطة تستطيع تقديمها إلى منظمة التجارة العالمية وتقديمها إلى المحاكم الدولية على أساس أنه هذه العقود غير شرعية أبرمتها حكومة غير شرعية في سوريا. فأحمد الشرع وقف كل الاتفاقيات اللي حصلت لأنه فيها مسؤولية قانونية عليه هو نفسه وعلى حكومته وأعضاء حكومته. فالأتراك كانوا مستعجلين، بدهم يسووا اتفاقيات ترسيم حدود، دخلوا على الساحل، بدهم
يقسموا الشواطئ ما بينهم لأسباب تتعلق باليونان وقبرص وقتها وتنقيب عن الغاز والمياه الإقليمية. دخلوا بدهم يعملوا مصارف، بدهم يعملوا سكك حديد، بدهم يعملوا شركات كهرباء ويعملوا كلياتها. أحمد الشرع استطاع الإفلات منه باستثناء الشركة القطرية اللي أول امبارح UCC، شركة الخياط، اللي استطاعت أن توقع مذكرة تفاهم أيضا مع أحمد الشرع، بدي أعتبرها، واللي عملوا عليها ضجة إعلامية أنه شركات أمريكية شركات بريطانية، لكن في حقيقة الأمر هذا الكلام كله ما له أي أساس من الصحة نهائيا، وكانت شو إعلامي فقط، ما وقع ولا يستطيع توقيع أي اتفاقيات. هناك فيتو غربي أنه غير مسموح لتركيا عقد أي اتفاقيات إلا أنه يتحول أبو محمد الجولاني بشكل فعلي إلى أحمد الشرع، وتنبثق حكومة مشاركة فيها الجميع في سوريا، ووقتها تستطيع الحكومة السورية العقد لإبرام عقود مع الدول العالمية في مسألة إعادة الأعمار وغيرها وغيراتها، ولازم تكون أيضا بشكل عادل ما بين الدول. لا يجوز دولة، لن يسمح لدولة وحدة أنه تنفرد لوحدها بعقود إعادة أعمار وتكون هي المستفيدة، ودول أخرى كلها استثمرت في سوريا. شوف، قطر استثمرت في ملايين الدولارات الثورة السورية وقلب النظام، إمارات، المملكة العربية السعودية، تركيا، دول الغربية، فرنسا، بريطانيا، دول عالمية أخرى، كلها لها حصص في إعادة الأعمار في سوريا وإبرام اتفاقيات. عشان تعرفوا ترى المسألة ما هي مسألة إنه مين ما يجي هو اللي يعمر وكذا. ما دفعت الدول وتدخلت في سوريا كل السنوات هاي كلياتها واستثمرت فيها لحتى تطلع من المولد بلا حمص. وهاي النقطة لازم كتير تحطوها ببالكم. فلا تستطيع تركيا لوحدها أنها تأخذ عقود إعادة الأعمار، لا، راح يعطوها محافظة مثل حلب مثلا، منطقة، والدول الثانية راح يكون لها أيضا حصص. في ناس أمريكا لها شرق الفرات، هذا أمر محسوم، هي وفرنسا استثمرت في شرق الفرات كتير. الساحل السوري أمريكا كمان حيطة عينها عليها بكل وضوح. لمح لهذا الموضوع ترامب في كتير من اللقاءات اللي تحدث فيها ومعجب بالساحل السوري. فرنسا أبرمت مع ميناء طرطوس، الإمارات ميناء اللاذقية، عندنا في دمشق دول تانية راح تدخل على الخطوط أيضا بهذا الموضوع. فالموضوع هذا ليس موضوع عشوائي كما يظن الناس كلياته، والله يحيي السعودية، والسعودية هي اللي بدها تيجي لوحدها، أو تركيا وتركيا هي اللي بدها تيجي لوحدها. هاي تقسيمات دولية ستحصل ما بين الدول كلياتها بشكل عادل، إنه يكون كل دولة على حدة لها حصة معينة في منطقة معينة في سوريا في إعادة الأعمار، في خطوط الكهرباء، في التليفونات، في الأمور البنية التحتية، الطرقات، الأوتوبانات. طلع امبارح من حكومة الشرع قال احنا راح نسوي مترو أنفاق في دمشق، هو يسوي مترو أنفاق يعني بالكلام هذا. وهي هذا هذا معناه انه في دول طرحت انه بدها تعمل مترو انفاق في دمشق وتستثمر في هذا الموضوع. لكن تعرفوا انتم الشعب السوري يعني شعب كتير جاهل، ولساته عايش بالقرون ما قبل التاريخ، ولساته بده يعيد أمجاد بني أمية، والشيعة بدهم ينتقموا للحسين من أتباع يزيد، وعايشين في هذه الدوامة التاريخية والقصص والأساطير التاريخية إلى وقتنا الحالي الموجود للأسف الشديد. فهؤلاء بعيدين عن كل مفاهيم التطور والحداثة، وحتى بالمسائل الإنسانية. فشايفين أنتم كيف المخابرات الإقليمية كلها تلعب فيهم لعب
بالإشاعات وبالمسائل هاي. شفتوا إيران شقد استثمرت فيهم بالمسائل الدينية. الآن الأتراك يستثمرون في بني أمية وجماعة السنة اللي موجودين في سوريا أيضا، وكله عم بيستثمر غباء هذه الشعوب بكل أشكالها اللي موجودة على الأرض السورية، وهي حقيقة. كله بيستثمر بغبائهم، لأنه أنت لما تكون بالعقلية بدك يلا ثارات الحسين والآخرين اللي بيقول لك بدنا نعد أمجاد بني أمية، طبيعي الدول العالمية بدها تستثمر بهذا الغباء اللي موجود عندك. طيب ليش ما تبني أنت دولة أفضل من بني أمية بهذاك الوقت كلياته؟ وطيب أنا ليش بدي أنتقم من يزيد اللي قبل 1400 سنة مثلا قتل الحسين؟ الحسين موجود عند ربه كذا وهي. شوف العقليات التافهة والتفكير المحدود والآفاق الضيقة اللي موجودة عند هؤلاء الشعوب. إذا ما تحرر الفكر وتحرر العقل لن تتحرر الإنسانية، وهذا مشكلة كبيرة جدا تعاني منها. طبعا بدنا نروح للأحداث الأخيرة، لأنه أطلت أنا أيضا في الحديث. بدنا نروح للأحداث الأخيرة، ماذا يحصل في العراق. ذكرنا العراق قبل 10 أيام، وبدأت الأحداث تتسارع بشكل كبير جدا في العراق. امبارح أيضا تحدثنا عنه. اليوم بدنا نشوف شو الخبر اللي جاي من الأرض العراقية، شو اللي عم بيصير. طبعا بكرة في اجتماع للحزب الديمقراطي الكردستاني مع القوى الكردستانية الموجودة لتحديد موقف من الحكومة العراقية. هل سينسحب الكتلة الكردستانية من الحكومة العراقية؟ طبعا نحن نعرف إذا انسحبت الكتلة الكردستانية من الحكومة العراقية يعني انهيار النظام السياسي اللي موجود في العراق حاليا، وهذا راح يؤدي إلى مشكلة كبيرة جدا في العراق. ونتمنى أن تقوم القوى الكردستانية بالانسحاب من العملية السياسية اللي موجودة في العراق، لأنه راح ينهي العراق بشكل نهائي، وراح يؤدي إلى فرط الحكومة الموجودة وإحراجها عالميا بشكل كبير جدا. وأنا أنصحهم بأنه ما بيعودوا الحكومة اللي موجودة إلا بعد ضمان تطبيق الدستور العراقي وتفسيره الصحيح، وليس كما يفسره بعض الساسة العراقيين الموجودين إلى الآن. طبعا الأخبار متداولة وسريعة بشكل كبير. استنفار أمريكي ووصول طائرات للقواعد العسكرية بالعراق، ماذا يحصل؟ هذا سؤال اللي أطرحه أنا. كشفت مصادر رفيع المستوى في أربيل أن القوات الأمريكية في القواعد العسكرية الست بإقليم كردستان دخلت في حالة الاستنفار القصوى. ونقلت وكالات الأنباء عن المصادر قولها أن 6 قواعد بين مدينتي دهوك وأربيل، من بينها 3 قواعد في أربيل بالإضافة إلى قاعدة حلبجة، تشهد تزايدا في رفع الاستعدادات والتأهب، فضلا عن قاعدة الحرير الواقعة على بعد 60 كيلومتر شمال أربيل و50 كيلومتر من الحدود الإيرانية، والتي تضم طائرات أمريكية مقاتلة وصلت ضمن إمدادات مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا، وما زالت تتوافد عبر ما وصفه بجسر جوي. وأوضح المصدر أن هناك تحركات عسكرية عالية المستوى ووصول إمدادات للقوات الأمريكية داخل قواعدها ال6 المنتشرة في الإقليم خلال ال 72 ساعة الفائتة، موضحا أن حركة الإمدادات التي وصلت داخل تلك القواعد محاطة بمهام حماية من قوات أمريكية خاصة، تخوفا من أي استهداف عبر عمليات نوعية من جانب فصائل المسلحة. وكان وزير عراقي سابق تولى عدة حقائب وزارية قد كشف مؤخرا أن مسؤولين بمجلس الأمن القومي الأمريكي أبلغوا ساسة عراقيين كبار بأنه سيتم اتخاذ قرارات بشأن الفصائل المسلحة بالعراق. وفي وقت سابق أفصحت مصادر عراقية دبلوماسية رفيعة المستوى أن الجيش الأمريكي عزز قواته في قاعدتين الأسد والقيارة، مشيرة إلى أن القاعدتين أصبحتا بمثابة غرفة عمليات مركزية تتعامل بحماية مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في العراق والمنطقة. وأوضحت المصادر أن ما تشهده
القاعدتان من طوارئ من الجانب الأمريكي بغرض التجهيز للتعامل مع أي جهة تستهدف المصالح الولايات المتحدة الأمريكية في العراق في حال اتخاذ أي قرار صادر من مؤسسات الدولة الرسمية تجاه الفصائل. وأفادت تلك المصادر أن رئيس وزراء إقليم كردستان مزرور البرزاني عقد الأسبوع الماضي اجتماعا مع مجلس الأمن القومي الأمريكي في واشنطن، وتناولوا أكثر من ملف في هذا الإطار، من بينها ترتيبات تتعلق بتنسيق بين الأكراد وقوات أمريكية في العراق حول الفصائل المسلحة. طبعا شو التفسير من هذا الموضوع كله؟ احنا نعلم بأن هناك محادثات أمريكية إيرانية بالنسبة للملف النووي الإيراني. طبعا تلك المحادثات يتحدث عنها ترامب كل يومين وثلاثة، وقال بأن المحادثات تتقدم بشكل جيد، ويعتقد أنه المحادثات راح تجري بشكل سلمي. طبعا نحن نعرف أنه إسرائيل كانت تتأهب لضرب إيران والمفاعل النووي الإيراني، وهي مصرة صار لها 2 أو 3 سنوات أنه تقنع الولايات المتحدة الأمريكية بضربة عسكرية لإيران. احنا شفنا في وسائل الإعلام بشكل عام أنه يتحدثون عن مشاكل موجودة ما بين ترامب ونتنياهو، أنه نتنياهو وترامب عندهم مشاكل، عندهم بالملف الإيراني اختلاف في وجهات النظر أدى إلى قطيعة، وخرج علينا بعض المتسيسين اللي بيخرجوا على وسائل الإعلام والمحللين الخرنطيين السياسيين، وقالوا فيها أنه تركيا استطاعت أن تدق الصين ما بين ترامب ونتنياهو. وهذا الكلام حقيقة الأمر بعيدا للواقع، أنه ترامب ونتنياهو هم توأمين في السياسة، ما بيختلفوا نهائيا، باستثناء في أمر هام للغاية جدا، وأنا ذكرته وفسرته كتير للناس. نتنياهو لا تستطيع حكومة الائتلاف اللي موجودة حاليا في إسرائيل الاستمرار من دون حرب، من دون حرب. فلذلك كان نتنياهو يصر على شن حرب على إيران، لأنه لا يستطيع مجرد التوقف عن أي حرب إقليمية سواء كانت في سوريا، من هيك بيضرب سوريا كل يومين وثلاثة وهيك، يعني كل فترة أسبوعين وثلاثة، حتى يهدأ الشارع الإسرائيلي ضده، ما يقلب الحكومة أيضا ضده. احنا شفنا المستشار الأمن القومي الإسرائيلي قدم استقالته، وزير الدفاع حصل بينه وبين نتنياهو مشاكل عديدة جدا واتهامات متبادلة بشكل كبير جدا. بمجرد توقف أي حرب أو مرحلة هدوء بنشوف الخلافات اللي تصعد في إسرائيل بالنسبة لنتنياهو. فنتنياهو يحتاج إلى حروب حتى يستمر كشخصه في الحكومة ولا يحاكم، لأنه عنده قضايا كبيرة جدا من المحاكم الإسرائيلية اللي ممكن تطيح بحكومته وتدخله السجن أيضا. لكن كل هذا اللي موقف ومؤخرة هي الحروب اللي خاضها، سواء كانت في غزة، جنوب لبنان، ومن بعدها سوريا. طبعا هو بده حرب على إيران حتى تكون طويلة وتستمر نوعا ما أيضا، لكن ترامب له نظرة أخرى. ترامب أقنع نتنياهو نوعا ما أنه خلينا نضرب الحشد الولائي الموجود في العراق، وهذا راح يعطيك دفعة بالاستمرار أكثر، أحسن ما تعمل حرب مع إيران ونستطيع أن نتفاهم مع إيران ونصل إلى حلول سلمية. وأنا هذا الحديث اللي حكيت لكم إياه قبل شهور عديدة جدا، وقلت لكم ما في ضربة على إيران، إيران ستسلم كل شيء، وفعلا إيران سلمت كل شيء. وإيران أعطت إيعاز للكتاب الولائية اللي موجودة في العراق أيضا، الكتاب الولائية المتابعة للحشد الشعبي، أنه تندمج مع الحكومة وأنه ما تستطيع الدافع عنهم بكل وضوح. لكن الكتائب الولائية مصرة بأنه تكون هي طرف في المعادلة القادمة. فلذلك الحشد اللي عم نشوفه الأمريكي الآن اللي موجود
هو عبارة عملية إنقاذ لنتنياهو، يعني ضرب العراق وتقسيمه وعمل تسريع في المشروع اللي أساسا هو موضوع منذ سنوات طويلة جدا والمتعلق بالشرق الأوسط الكبير. خطوة العراق هي مساعدة وهدية لنتنياهو، يعني هي هدية لنتنياهو. سيتم ضرب الأذرع الشيعية اللي موجودة في العراق لمساعدة نتنياهو أيضا وإقناع حكومته في إسرائيل بأنه نحن لساتنا في تهديد كبير جدا في المسائل الحكم غير مهمة ويتم تأجيل محاكمته أو إنهاء حكومة أو الائتلاف الحكومي الحاليا موجود. هذا نقطة هامة للغاية. الشيء الثاني الهام للغاية أيضا، هذا سيساعد المحادثات اللي حاصلة ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية إذا تم ضرب الكتائب الولائية اللي موجودة في العراق وتقسيمها وإبعادها عن الخط الإيراني إلى أضعاف إيران في المفاوضات بالأساس، فستوافق إيران على كل شروط الولايات المتحدة الأمريكية اللي بتطلبها منها، ومن ضمنها تقسيم نفسها. أحد الشروط الأساسية للولايات المتحدة الأمريكية في إيران هي تقسيم نفسها، يعني مو بمعنى التقسيم، بمعنى فضرلة إيران وتغيير نظام الحكم اللي موجود فيه لتصدير الثورة الإسلامية إلى الخارج إلى نظام سياسي ديمقراطي، وإيران راح توافق على هذا الموضوع. فلذلك العملية القادمة في العراق هي لفضرلة العراق بشكل حقيقي أو تقسيم العراق، إخراج إيران من العراق، تقوية الموقف الأمريكي في المفاوضات مع إيران وأضعاف الإيرانيين، وإعطاء هدية لنتنياهو للاستمرار في الحكم، لأنه لا يستطيع من دون حروب الاستمرار في حكم إسرائيل.